مساء الخير عليكم، وحشتوني ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. يا رب ان شاء الله يعجبكم. النهارده هعمل معاكم صينيه مكرونه بشاميل بسيطه ومكونات بسيطه، وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تطلع حلوه بامر الله. دلوقتي انا سلقت المكرونه اهي كده. انا ما بسلقهاش على الاخر، انا يا دوبك زي بقعدها في الميه بتاع دقيقه كده، ما بتكملش 5 دقايق، لان انا بحبها ناشفه كده. عشان لما بتتسلق سواء 3/4 سلق او السلق العادي بتحط مع البشاميل، بحس انا على الاقل بالنسبه لي انا بحس ان هي يعني معجنه سيكه كده. لكن انا بحبها بالطريقه دي، بتطلع المكرونايه في البشاميل بعد ما بتستوي بتطلع المكرونايه بوحدتها، بيبقى طعمها احلى. تمام. وانا بحب انزل بالبصل الاول واديله تشويحه قبل، من غير سمنه من غير اي حاجه خالص. يشرب الميه بتاعته، وبعد ما بيشرب الميه بتاعته بنزل عليه باللحمه. وهنا هعمل البشاميل ني في ني. طبعا بقى احنا عارفين بقى السمنه بقت على الاقل عندنا في اسكندريه السمنه الكيلو بقت 50 جنيه. فاختصارا وتوفيرا طبعا البشاميل كل معلقه دي بتاخد معلقه سمنه، هيبقى سمنه كتير. فانا عن نفسي كده ولا كده انا بحب اعمله ني في ني، احس ان طعمه خفيف وطعمه احلى. تمام. نشوح كده البصل كده. البصل شرب ميته. انا دلوقتي هنزل بحته سمنه صغيره خالص اهي، ما تعملش نص معلقه سمنه. يعني بصراحه منها توفيرا السمنه وانها تبقى خفيفه، وصدقوني والله بتطلع طعمها جميل. دلوقتي النار على عالي، هنزل باللحمه عليها كده، وهنزل عليها دلوقتي بشويه معلقه صغيره كده. هنزل عليها طرف معلقه توم باودر، وزيها بصل باودر، تمام، وشوية فلفل اسمر، وشوية بهارات لحمة، وكم ورقة لورا كده، البابريكا، شوية بهارات فراخ لو موجود، مش موجود خلاص. بحب انزل على اللحمة كده بشوية سكر صغيرين، وشوية ملح مش كتير برضو علشان ما تبقاش حادقة. وهقلب انا اللحمة وكده خلاص اهي العصاج اتعمل بالمنظر ده كده. بقى هطفي عليه. انا عن نفسي ما بحبش احط عليه صلصه، بحس ان طعمه احلى. وهنا بقى هنعمل البشاميل. وهنا هعمل البشاميل، هولع على اللبن. هو ده لبن، انا حاطه عليه شويه ميه، وهنزل هنا بحوالي 7 معالق دقيق، يعني نص كيلو الا شويه. وهقلب كله على البارد كده، من غير ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. مش هحط لها سمنه دلوقتي. ممكن على فكره كمان استغنى عن السمنه بمكون بسيط خالص.
اللي هو مرقه الدجاج، بيديها تيست عالي قوي وبيغنيك عن السمنه، لان هي كده كده اصلا فيها الله اعلم بقى سمنه، الله اعلم زيت، الله اعلم بيها. تمام. وممكن تحطي حته سمنه صغيره للتطعيم بس، وكده بتبقى طعمها احلى والله صدقوني، بتبقى خفيفه وجميله جدا. انا هقلب بقى فيها، هي كده الدقيق داب على البارد اهو ما شاء الله، مفيش كلكعه ولا اي حاجه. اقلب على البارد، واول ما تبدا تغلي ان شاء الله هرجع لكم عشان ما اطولش عليك الفيديو. انا خلاص بعد ما طفيت عليها اهي بالمنظر ده كده، كريمي كده ما شاء الله حلوه. وهنا هحط عليها فلفل اسمر، شويه ملح، شويه بهارات فراخ، واحط عليها بقى المكون اللي قلت لكم عليه. انا كل ده على فكره طافيه النار، اللي هو مرقه دجاج. تمام. هكسرها كده بايديا كده، مكعبين بقى على حسب ما انت عايزه. انا عن نفسي بحط 2 بيعملوا تيست عالي قوي فيها. على فكره ان كل ده لسه ما حطيتش سمنه. يرجع بقى ليكي، عايزه تحطي بقى سمنه حطي، مش عايزه تحطي انت حره. انا عن نفسي هحط حته برده صغيره، طعيمه فيها حلوه. معلقه سمنه صغيره، هديها تقليبه. بس كده وخلاص على كده. وهبدا بقى في تجهيز المكونات على بعضها. دلوقتي بقى هبدا في تجهيز المكرونه. كده انا حطيت جزء من المكرونه، هنزل عليه شويه من البشاميل، هقلبها كده. تمام. هنزل عليها دلوقتي باللحمه، هوزع اللحمه دلوقتي. تمام كده اهو، وزعت اللحمه وهنزل عليها كبشه بشاميل. وهنزل بقى عليها بقيه المكرونه. كده على فكره انا غاسله ايدي عشان محدش بس يقول ايديكي مش نضيفه ومش ايديكي مش نضيفه والكلام ده. انا غاسله ايديا. تمام كده وزعنا المكرونه، هنزل بقى عليها بقيه البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هسويه بالاسباتيولا. كده المكرونه بعد ما خلصت تغير، هسوي الحته دي كده. عندي انا ما عنديش جبنه موتزاريلا، انا عندي جبنه تركي مبشوره، هحطها كده على الوش، بتدي برضو طعم حلو وتست عالي قوي فيها. بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده اهي. تمام. وهدخلها فرن على نار عاليه الاول، تبدا تحمر كده من الجناب. هوطي النار سنه عليها، خليها نار متوسطه، وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع شكلها عامل ازاي. كده صينيه المكرونه بعد ما خرجت من الفرن بالمنظر ده كده، اظن بقى شكلها بيتحدث عن نفسه. انا مش هقول اي كلمه
تاني غير انا بحبكم قوي، واتمنى ويزيدني شرف ان انتوا تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم مني كل جديد ان شاء الله ان ربنا اراد. وتابعوني ان شاء الله على التيك توك، وبحبكم قوي. باي باي.